السلام عليكم. أنا خالد حازم، وبشكر كتير حساب ملكات الإنشاد علشان بعمل معي مقابلة، وهلا راح نبلش مقابلة. تفضلي. مثلا ليك خالد، شرفتنا بالاستضافة. أول شيء عرف الجمهور عنك، يعني عمرك وتاريخ ميلادك واسمك الكامل. اسمي خالد حازم، وعمري 16 سنة، وتاريخ ميلادي 6/7/2001. طيب خالد حازم، هل نفكر أنت تنضم لقناة إنشادية في المستقبل؟ طبعا، وأي عرض بيجيني من أي قناة إنشادية أنا أكيد راح أقبله، عشان هذا أكيد إشي بيزيد في شهرتي وبيخليني أكمل مشواري. خالد حازم، هل لك أعمال قريبة على قناة نور؟ هو المفروض اني انا اعمل عمل، وانا كنت موقع عقد معاهم، بس القناة زي ما بتعرفوا سكرت، وانا يعني ما في لي اي عمل قريب ولا اشي او اتفاق مع اي حدا، سواء قناة نون او غيرها. مين نجمتك المفضلة ومين نجمك المفضل؟ راح اقول لك 2 شباب و2 نجمات، يعني نجوم ونجمات. محمد عساف ومحمد بشار. ومن البنات بحب الصوت القوي أنا يكون في البنت، يعني سواء في البنت أو في الزلمة أو اللي عنده إحساس، فبحب أنا صوت ديانا كرزون ونجوى كرم. خالد حازم، زي ما شفنا احنا الجمهور في برنامج النجم الصغير تفاعل معك كثير، وخصوصا بأغنية علي الكوفية شفناهم، شنو رأيك تنشدي لنا نشودة منها؟ أنا وفا علي الكوفية علي ولا نحفيها، غني عتابة ومجالة وسامر فيها، نزل كتف بحنية تفرع عتابة ودحية، نزل كتف بحنية تفرع عتابة ودحية، خلي البارود يهلل ويحليها، خلي البارود يهلل ويحليها. نحن زرعنا البيارة تين وزيتون، وبذار القمح علينا وبيتر ليمون، نحن زرعنا البيارة تين وزيتون، وبذار القمح علينا وبيتر ليمون، رهن الإشارة يا وطن نحنا حنكون، رهن الإشارة يا وطن نحنا حنكون، يوم العركة دروب النصر نضويها، يوم العركة دروب النصر نضويها، علي الكوفية علي ولا نحكيها، غني عتابة ومجانة وسامر فيها، نزل كتف بحنية دفر عتابة ودحية، نزل كتف بحنية دفر عتابة ودحية، خلي البارود يهلل ويحليها، خلي البارود يهلل ويحليها. خالد حازم، كيف كانت تجربتك في النجم الصغير؟ تجربة خرافية الصراحة، إنه حلو تغني قدام جمهور متفاعل معك طول الوقت، جمهور وفي وحلو. وأحلى شي كان إنه أنا قابلت نجوم كان حلم حياتي إني أقابلهم، وكان إشي حلو إنه أشوف ناس أنا حابب إني أشوفهم من زمان. محمد بشار، ديما بشار، لين الصعيدي، عمر الصعيدي، ماي الصعيدي، بلال الكبيسي، نوارة، كلهم يعني ما شاء الله عليهم، كلهم متواضعين وحلوين. وكانت تجربة رائعة إني تعرفت على أصدقاء كمان جداد، كل المشتركين كلهم، بدر المقبل، أمجد الخولاني، قتيبة، موسى، كلهم يعني. وبحب في النهاية أشكر كل واحد ساهم وصوت لي في البرنامج. شكرا. خالد حازم، هل أكو كان في منافسة بينكم أنتم المشتركين في برنامج النجم الصغير؟ المهم كان بيننا منافسة شريفة، وكنا يعني كلنا هيك أصحاب، وكان اللي بيطلع منا نزعل كأنه إحنا اللي طلعنا. ف يعني طيب، هل يوجد لك تواصل مع نجوم قناة نون؟ طبعا في تواصل، أكثر إشي مع محمد بشار، أو فينا نحكي إنه هو أكثر واحد برد علي وهيك، كل فترة هيك بحكي معه. طيب خالد حازم، هل تتابع قناة طيور الجنة أو قناة كراميش؟ طيور الجنة أكثر إشي بتابعه. نجمك ونجمتك المفضلة من طيور الجنة وكراميش؟
الكراميش يعني ما بعرف فيها النجوم، بس انه بعرف سجى حماد طيور الجنة بعرف شو اسمه، يعني بحب اكتر اشي فيها امينة كرم وشو اسمه ومراد شريف. طيب خالد حازم، شنو رأيك تنشد لنا نشودة عن العراق بمناسبة تحرير الموصل؟ راح الزين وما راح الغالب الطيبة، فدوى يا بخت فدوى يا زمن واحد منكم يجيبه. راح الزين وما راح الغالب الطيبة، فدوى يا بخت فدوى يا زمن واحد منكم يجيبه. وليش الزين ربي وليش المحلين وياي ضل قاعد على قلبي، وليش اللي أحب هواك راح أطول الخير. والله صوتك بيجنن وتستحق ان تكون نجم، يعني عن جد صوتك خرافي، وان شاء الله يا رب نشوفك بالمستقبل احلى نجم واشهر نجم. يا خالد انت قلت لنا نجم المفضل محمد بشار، بس ما نشدت لنا شيء من محمد بشار، اشتد لنا شيء نشوده. ولد العونه ولد العونه للسيارة والغرب الحانونة، ولد العونه وقالوا اللي قالوا الوطن لنا وحنا نكون رجاله. ولد العونه وقالوا اللي قالوا الوطن لنا وحنا نكون رجاله. عيني عليه ما بيتغير حاله، لو قدم كنوز سليمان وماله اللي صار واحنا قدم لعيونه. ولد العونه ولد العونه للسياها والغرب الحانونه، ولد العونه ولد العونه للسياها. والله انه يعني حسابكم رائع، يعني اول مرة حد يضيفني وكانت احلى استضافة، وشكرا لكم كثير وان شاء الله بتابع.